يا صباح الورد والفل والياسمين على اجمل متابعين في الدنيا. النهارده بقى يا ست الكل هعمل لك البطاطا بدون فرن وبدون سلق وبدون نقطه ميه واحده. طب ازاي الكلام ده؟ وطبعا البطاطا زي ما انتم شايفين كده اكنها زبده بالظبط ونفس ريحه عربيه البطاطا بالظبط. بس في بدايه الفيديو كده هوريكي بعض الفيديوهات اللي احنا عملناها على القناه، وهسيب لك اللينكات كلها في صندوق الوصف. اللي مش عارف صندوق الوصف يا جماعه هتضغطي على العنوان مره هيظهر لك كلمه المزيد، هو ده صندوق الوصف. بس برضه انتوا عارفين قبل ما نبدأ الفيديو لازم نعمل ايه؟ لازم نسمي الله ونصلي على الرسول. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد افضل خلق اجمعين. السلام عليكم محترمي اليوتيوب، لايك وشير وسبسكرايب للصفحة مميزة. طب هتحطوا لايك الفيديو ولا مش شارك يشترك في القناة وتفعلوا زر الجرس علشان كل ما انزل فيديو يوصلك اشعار بيه. واتمنى ان تشاركوا الفيديو ده بين اصدقائكم علشان تعمل الفايده للجميع. وكلمتين يا ست الكل بقولهم في بدايه كل فيديو، الوصفه علشان تضمني ان هي تنجح معاكي بفضل الله يبقى لازم تشوفي الفيديو من البدايه للنهايه، علشان طبعا احنا بنقول تكات وتفاصيل جوه الفيديو مش هنقدر نكتبها كلها يا ست الكل في صندوق الوصف. ويلا بينا بسرعه، هاتي شويه بطاطا كده، هاتي شويه كيلو 2 اي كميه عندك وهنعملها في ثواني، نص ساعه بس والبطاطا اللي انت شايفاها دي هتستوي. طب ازاي الكلام ده؟ يلا بينا. مبدئيا كده انا معايا صينيه حطها على البوتاجاز. انا البطاطا دي يا جماعه غسلاها كويس قوي، يعني أنا لسه غسلاها من الحوض دلوقتي، تكون منديه كده، يعني غسلاها وتكون مبلوله ميه لسه غسلاها. طب الكميه دي قد ايه؟ الكميه دي يا جماعه كيلو ونص. تحاولي تشتريها يكون ايه، مش تخينه قوي ومش رفيعه قوي، لان اللي هي الصغيره قوي دي يا جماعه مش بتبقى فيها كده لحم كده، بتبقى ايه، عباره عن قشره ما فيهاش لحم كتير. فخليها متوسطه، مش تروحي بقى تجيبي لي الواحده مثلا كيلو لا، تجيبي لي ايه وسط كده، صوابع زي ما انت شايفاها كده، يعني ايه متوسطه. وابدا ارصهم في الصينيه زي ما انت شايفه كده يا ست الكل. طبعا احنا دلوقتي هنحط الصينيه على عين البوتاجاز، هنهدي عين البوتاجاز خالص اكنك بتعملي رز بالظبط. في الوقت ده ايه اول مكون هنضيفه؟ معايا 3 معالق من السكر، وابدا ارشهم كده. السكر ده علشان يعمل لك كرمله للبطاطا ويديكي نكهه وريحه حلوه بتاعت عربيه البطاطا، ودي طبعا بتساعد على السوا بسرعه. ومعايا رشه من القرفه، ودي اختياري يا جماعه، لو مش حابه تحطيها ما تحطهاش، بس القرفه يا جماعه بتعمل ريحه جميله قوي، لكن ممكن تستبعديها مفيش اي مشكله خالص. وابدا ارش رشه من القرفه. بعد كده انا معايا ورقه زبده ومعايا ورق فويل. هحط ورقه الزبده فوق ورق الفويل، بس الجهه اللي بتلمع بتاع ورق الفويل هخليها هي الملامسه لورق الزبده. طب ورقه الزبده دي لازم تبليها ميه، انا بله يا جماعه ورقه الزبده ميه، ورق فويل فوق ورق الزبدة. وهبدأ ايه اغطي الكلام ده كويس قوي، وهوطي النار اكنها برضو بتعملي رز. طبعا انا ما عنديش ورق فويل وما عنديش ورق زبدة، مش هعمل بطاطا. هتعملي يا ست الكل، هقول لك ازاي دلوقتي. لو ما عندكيش، بعد ما مر عليها نص ساعة، ده يا جماعة كان مر عليها نص ساعة، هي بالفعل استوت، يعني مر عليها نص ساعة استوت. بس أنا طبعا لازم أقلبها علشان تاخد وش الكرملة من اليمة التانية، وعلشان طبعا أنا عايزاها زي الزبدة. في بعض الناس يا جماعة يعني شايفين حضراتكم إن هي مفتحة ازاي، في واحدة مفتحة اهي معنى كده إن هي استوت، بس أنا بصراحة بحبها يكون مستوية بزيادة أكنها زبدة بالظبط. فأقلبها كده وأبدأ أغطيها تاني وأسيبها بس كمان ربع ساعة علشان أضمن إن هي تتكرمل وتشرب الكرملة بتاع السكر. لازم يا جماعة تهدي النار أكنك بتعملي رز بالظبط. والبطاطا ما تكونش كبيرة، ما تروحيش تجيبي لي واحدة كيلو خلي دي يا جماعة الوزن ده كيلو ونص، يعني الكمية دي كيلو ونص. طيب انا ما نسيتش، لو انت ما عندكيش ورق زبده او ما عندكيش ورق فويل تعملي ايه؟ هقول لك يا ست الكل تعملي ايه. طبعا يا جماعه ما خدتش نص ساعه واستوت، لا بقى حطيناها في الفرن ساعه واتنين، ولا حطينا ميه. طبعا كلنا عارفين ان البطاطا المسلوقه مش بيبقى لها طعم، يعني احسن بطاطا اللي هي بتنشوي، والعربيات بيعملوها يعني الريحه بتاعتها بتبقى قلب الدنيا. فعملتها لك النهارده مكرمله وسهله وبسيطه وفي نص ساعه، مش هتكلفك خالص، ومهديه النار على الاخر. هبدا اغطيها بقى واسيبها كمان ربع ساعه. بالمناسبة يا جماعة، طب انت ما عندكيش دلوقتي ورق فويل هتعملي ايه؟ هتجيبي غطا يا جماعة، غطا حلة عادي خالص، وهتجيبي اي ورقة عندك، ورقة بيضة وتبليها مية وتحطيها لازقة فين في الغطا الحلة، وبعد كده تغطي الحلة
يعني سواء انت حاطه صينيه او حاطه في حله اللي انت حاطاه، وتغطي بغطا الحله وفوق ورقه الزبده اللي انت قصدي الورقه العاديه اللي انت بلها ميه، وتغطيها وتكمريها لو انت ما عندكيش ورق فويل او ورق زبده. بعد ما مر عليها يا جماعه كمان ربع ساعه استوت تماما اكنها يعني عجوه بالظبط. شايفين في تكاية كده انا هعملها، ودي يا جماعة مش اختياري، يعني قصدي مش يعني مش اجباري، ممكن تعمليها ولا لا، بس دي طبعا علشان اخد ريحة العربيات الدخنة بتاعت البطاطا بتاع العربيات، لكن ممكن ما تعملهاش خالص. شايفين استوت قد ايه؟ انا هجيب دلوقتي يعني قطعة من الخشب او اي حاجة واولعها على العين، علشان طبعا انا عايزاه اخد ريحة الدخنة بتاعت عربيات البطاطا. لا انا قلت برضو ممكن ما تعملهاش يا ست الكل. شايفين اهي ولعها هطفيها واحطها فهتدخن على طول، وايه اغطيها اكمر الدخان ده لحد ما يطفي تماما علشان تاخد ريحة دخان. وقلت الخطوة دي ممكن ما تعملهاش خالص يا ست الكل عادي. وبعد ما استوت تماما نبدأ ايه اوريها لكم نغرفها. شايفين الجمال؟ بصراحة اكنها كده اقول لك زبدة اقول لك عجوة، حاجة انا ما كنتش متخيلة بصراحة يا جماعة. الوصفة دي انا شفتها عند قناة اسمها تقريبا مش عارفة منوعات ولا اسمها ايه، اللهم صل عليك حبيبي يا رسول. بصراحة نسيت اسمها، بس انا يعني عايزة اقول اسمها بس انا نسيت اسمها بصراحة. طيب انا يعني هفصل فيديو ثانية واروح اجيب اسمها واقولها عشان دي للامانة بصراحة. القناة اسمها يا جماعة غاوي طبخ ومنوعات، رجعت تاني وجبت لكم اسمها. بصراحة أنا شفت الفيديو ده علشان الأمانة عنده، فما تخيلتش إلا نص ساعة بس يسوي البطاطا. أنا يعني فضول مني قلت لا أنا لازم أعملها، ولو عجبتني هنزلها لمتابعيني، ما عجبتنيش خلاص مش هنزلها. وبصراحة أنا ما كنتش متخيلة إن البطاطا تستوي بالسرعة دي. فعلا فعلا ربنا يبارك له، أكنها بالظبط أكنها يعني عجوة يعني زبدة سهلة وبسيطة. ومش هتحطي بقى تشغلي الفرن ساعة واتنين عشان تسوي البطاطا، وما حطيناش مية، وسهلة جدا جدا جدا. فعلا فعلا طريقة سهلة وبسيطة، وهتدعيلي عليها. يا ريت تجربيها. طبعا الشتا داخل والبطاطا ايه مالية الأسواق. طريقة سهلة جدا. شايفين عاملة ازاي؟ اهي انا حبيت اوريك ان هي قد طراوه. جبت بقى طبعا ورقه، مش هنجيب اطباق ولا الكلام ده بقى، احنا عايزين اكننا عربيه بطاطا بالظبط. جبت ورقه وجبت واحده عليها كده ونبدا نقطعها زي ما انت شايفه. شايفين زبده؟ شايفين الجمال؟ انا هستنى منك كومنت لما تعمليها وترجعي تاني تقولي رايك فيها. انا متاكده انها تعجبك وهتعتمدي الطريقه دي بنسبه 100%. واسيبكم في رعايه الله وامانه. انتظروني ان شاء الله في فيديو جديد، والى اللقاء. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.